أن يكون طرح الفكرة مستنكرا، وهذا ما أكد عليه السيد السيستاني دام ظله في جلسة مع مجموعة من الخطباء. لا تركز على طرح المعاجز والكرامات، ليس الكلام في إنكار المعاجز والكرامات، ليست هذه هي القضية، وليست هذه هي المشكلة. القضية أن طرح أي معجزة أو كرامة قد يثير أسئلة عقدية أخرى لا يمكن للخطيب أن يوفيها أو يدافع عنها، فهو بدل أن يتوصل بطرح هذه المعجزة لتعظيم الإمام خلق إشكالات على الإمام لا يستطيع أن يجيب عنها. هذه المشكلة. عندما مثلا كثير أنتم تسمعون في أيام ميلاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يأتي الخطيب فيتكلم بمناسبة ميلاد الإمام الحسين عن قضية فطرس أحد الملائكة وكذا، ومثلا تمرد على الأمر والنتيجة أنه انكسر جناحه، هو يريد أن يتوصل بطرح هذه الكرامة إلى عظمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه منذ ولادته. جميل، لكن أنت خلقت مشكلة الآن. هل الملاك يعصي أو لا؟ وهل الملائكة أصلا خاضعون لعالم التكليف أم لا؟ وهل هذه مشكلة فطرس التي مثلا حلها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يمكن حلها من قبل النبي والإمام علي والزهراء والحسن من قبل؟ فأنت ليش تخلق مشكلات؟ أنت لماذا تطرح مشكلة، تطرح فكرة يستوجب ذلك استنكار مسألة أكبر منها ومسألة أعظم منها؟ إذن لا بد من التدقيق في الفكرة التي يراد طرحها، أن لا يكون الطرح مستهجنا، أن لا يكون الطرح مستنكرا، بمعنى أن يثير إشكالات أعظم مما أراد المبلغ أن يصل إليه من خلال طرح هذه الفكرة.